في هاد لا فيديو غادي نشوفوا او نسمعوا رد ديال بسمة بوسيل على الاعلاميه هالة سرحان اللي خرجت في المغرب كامل بصفه عامه، ماشي في بسمه وانما جمعت كل شيء طول عرض. وغادي نشوفوا اراء او ردود الافعال ديال بعض الفنانين المغاربه، والاعتذار ديال بسمة وهبة للشعب المغربي على الخرجة الكارثية ديال ديك هالة سرحان. قبل ما ندخل في الموضوع، سلام الله عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نبدا برد الفعل ديال بسمة بوسيل على الشمطة العجوز، الشمطة هالة سرحان. كتبت لها: إلى الشمطة التي تدعى هالة سرحان، التي لا تمت للإعلاميين بصفة من تكونين ومن خول لك الحق بأن تشتمي بلدي وبنات بلدي قبل أن تتكلمي عن المغرب. مضمضي فمك بالعسل، بلد الملوك والأميرات، منبت الأحرار، مشرق الأنوار، بلد العلم والثقافة. اسألي عن المغربيات في شتى المجالات قبل أن تفتحي بلاعتك المتعفنة التي انتهت صلاحيتها. فالمغربية ملكة، رائدة فضاء، دكتورة، عالمة. يعني هذا كان رد ديال بسمة بوسيل على الخرجة الإعلامية أو التدوينة اللي كتبتها هذيك هالة سرحان. فالأزمة بدات بخروج بسمة في واحد البرنامج. عندي سؤال مع قيس محمد، مع محمد قيس في قناة المشهد، البرنامج اللي فاش سالا بدات الحرب الإعلامية على بسمة. أولهم هذيك سارة نخلة ديك السورية، ومي حلمي، ومن موراها ولكن الكارثة العظمى هي هاد التدوينة اللي كتبتها هالة سرحان. زعما راه هي دكتورة دكتورة إعلامية، كون كانت بصح دكتورة في الإعلام. فما غاديش تكون الخرجة الكارثية ديالها، اللي ما بقاش الموضوع بين واحد المرأة والراجل، أو بين راجل والطريقه ديالو، وانما وصلت باش تعير او تقول بان المغرب بانه مشى تامر تزوج ببنت من ارذل الشعوب. فبزاف عليها في المغرب خط احمر، كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق. خرجت بسمة وهبة باعتذار للشعب المغربي، ولكن اعتذارها مقبول. هي واحد الإنسانة راقية جدا، فشتانة بين وحدة مؤدبة ومخلقة وبين واحد الإعلامية الأخرى ديك هالة سرحان العجوز الشمطاء، اللي كل عليها الدهر وشريب. صافي ما بقاتش تقدم برامج، ما بقاتش تحت الاضواء. هي اللي استغلت الموضوع ديال البسمه واعتبرته كبري او قنطره باش ترجع الاضواء. ف اش غادي نقول لكم بعد الخرجه ديال كما قلت لكم ديال بسمه بوسيل، اللي ما قالت حتى حاجه عيب، ما جرحت في تامر. خرجوا قال لك جرحتوا لنا في ولدنا وخرجتوا لنا اسرار. واش من اسرار خرجت؟ اش من اسرار؟ هي كانت تقول بان المراه ما خصهاش تتزوج صغيره، خصها تكمل قرايتها، خصها تبني مستقبلها، ما تنازلش على الاحلام ديالها فقط. وهضرات بصفه عامه، ما جرحت في ولدكم، ما عايراتكم، ما قالت لكم حتى حاجه. وخرجت ماشي غير هاد الاعلاميه، فبزاف ديال المؤثرين وبزاف ديال الفنانات وبزاف ديال داك الناقد كذلك، وواحد الاعلاميه مع الناقد خالد شاهين، واقيلا ما عرفتي سميتو، حتى هو خرج قال لك بان بسمه ما عندها لا صوت لا حتى حاجه. تنشوفوا هنايا رد ديال سامي دغيلان، كما العاده رد راقي جدا بطريقه دبلوماسيه، تيرد على الهجوم ديال هالة سرحان بعدما اهانت المغربيات. قال الاناء ينطح بما فيه عندما يستعصي الشرف على إحداهن، فمن السهل عليها ضرب شرف النساء. لا يمكن أن أعطي هالة لكلام حقير. اتركوني سرحانا في جمال ودلال وعفة وروعة المغربيات. كان كذلك أول فنانة، مش أول فنانة، فنانة زعما عايشة في
في الديار المصريه هاله غفران تتخرج وتدافع على بسمه بوسيل، وقالت بانها سمعت داك البرنامج من الاول للاخر وما كان حتى كلام عيب، وما جرحت لا في المصريين لا في تامر حسني، ما خرجت اراءه، ما خرجتش حتى انايا اسراره، ما حتى حاجه، ما جرحت فيه، ما عيبات عليه، ما حتى حاجه. فكما قلت لكم فبسمة فاش شافت حجم الجرح اللي تجرحات كبير وصبرات، قال زعما على الله يكون واحد الخطه على الرجوع، ولكن فاش اقتنعات وفاقت فخرجت ديك الخرجه اللي عاديه جدا. اي امراه تتمر من واحد العلاقه، علاقه غير ناجحة وتتكون تعرضت للخيانة وتعرضت للإهمال وتشوف رجلها فرفارة طيطير مع الطيور، مع هادي مع هادي، كل مرة خارج، كل مرة تعيطوا عليها. راه كانت حطت واحد البوست تقول لهم عافاكم ما تبقاوش تعيطوا عليا وتقول لي راه شنا راجلك مع هادي، صافي راه حنا في زعما في إجراءات الطلاق. فبس ما بحالها بحال اي سيده، بالعكس هي تحكمات، صبرات بزاف وتحكمات في احاسيسها وفي مشاعرها باش ما تخرج تجرح فيه وما تخرج اسراره، صبرات بزاف. ولكن نهار خرجت تفضفض او خرجت تشكي، جلدوها هي الاولى، ولات هي الخائنه، ولات هي اللي خرجت الاسرار، ماشي هو اللي خائن، ماشي هو اللي مهمل، اللي همل عائلته وهمل الزوجه تاعو وتيدير علاقاته وهي عارفه ماشي ما يمكنش تخرج تهدر او تفارق مع حب حياتها او فارس الاحلام ديالها غير حك بغات او غير حك هي غيوره. بالعكس هي راه صبرات 13 عام او 12 عام، راه صبرات نيت وتنازلت على الحلم ديالها. هي واحد الانسانه زوينه، فنه، بنت عائله، كانت غادي تدرس الطب في فرنسا، كان صوت زوين عندها. اما داك الناقد اللي خرج تيقول بان ما كان عندها لا صوت لا قبل ولا بعد وكل ما كانش تامر فما غاديش تشهر، فهذاك رأيه. وخرج كذلك قال بأن تامر قال ليه بأنه ما غاديش يرجع لها، والمشكل اللي واقع بأنها زعما باغات غير ترجع. المشكل الأساسي بيناتهم هو غير أنها هي باغا ترجع تغني، وهذا كذوب. لأن بسمة كل ما لقاتش الخيانة، هي كان صابرة وباغا ولات سيدة أعمال، كل ما لقاتش الخيانة ما غاديش تفارق معاه. وحنا شناه هو راه كما تيبان في الافلام ديالو كما الحقيقه. انا تنعيب عليه كيفاش انه راه ما كاين لا موقف تامر حسني لا حتى حاجه، راه ما خرجش كاع، هو غادي مع الحفلات ديالو تيغني وما على بالوش، ما خرجش يقول لهم بركه ما تجلدوا ديك السيده، بركه ما تعضوها، بركه ما تهجموا عليها، راه هي ام ولادي، راه علاقتي معها زوينه على ود الولاد. ولا خرج يعب بوست يدافع عليها، رغم ان هي كما قلت لكم راه ما جرحت فيه، ما قال حتى حاجه، راه ما قالتوش كاع، ما جبتوش غير الاخرين هذوك المحسادات والمسمومات اللي كما تيقولوا زعما بحال هي ناقصه ودات واحد زعما هاي، دات شي واحد زعما ما عرفت عالم ولا ما نعرف فين، ولا شي واحد واصل استكتروا عليها بهذا المعنى، استكتروا عليها تامر، خصوصا المصريات يا اما وخصوصا السيدات يا اما دوك المطلقات او المعجبات او المراهقات، استكتروا عليها. وهذا تنخص بالذكر حتى المصريات وحتى المغربيات، منهم هذيك جليله، وكاين بعض هذيك السوريات منهم هذيك ساره نخله هي اللي خارجه حله فمها، وهذيك مي حلمي اللي كل مره خرجت تلح على بسمه فاش تصورات مع الهضبه ذكراه سميتو عمرو دياب، خرجت علقات قالت لها عيب عليكي بحال مجوجه بها، ولا قالوا لها انت ما كنتيش مركزه مع المشاريع ديالك، مركزه مع راجلك بزاف، وباش بغيتو مع من تركز معكم نتوما، هذاك راه راجلها، لا واه تيصرف عليك، شكون بغى يصرف عليها؟ راه من حقوق الزوجه انه يصرف عليها راجلها. ففي حقيقه كاينين تحقلهم تيقولوا بان عدو المراه هي المراه نفسها، راه بصح نيت. انا دابا صدقات هي اللي خايبه، وصدقات هي اللي خائنه، وصدقات هي اللي ما مزياناش، باش تعرفوا بانه ما كانتش نازله لهم من الحلق. والمغربيات بصفه عامه ما نزلش لهم من الحلق، ما تنزلوش لهم من الحق، ما عرفتش علاش. هذيك نرجع لهذيك هاله سرحان اللي كانت دارت واحد البرنامج كيف ما قالت لها بسمه، التدوينه ديالها كانت تفبرك البرامج وتفبرك
داك الحوار اللي غيكون في داك البرنامج. فهي فضحات بنات بلادها، اللي جابت شي بنات وقالت لهم بانهم تيخدموا في الدعاره، ومن بعد التحقيق وداك الشيء اكتشفوا بانهم داك الشيء غير مفبرك، البرنامج مفبرك فقط. باش تعرفوا بان دوك البرامج ديالها كانوا غير مجرد تمثيليات من اجل جلب المشاهده. وفاش مات ليها الحوت ومشات شدت الطياره ومشات، لانه كانت قضيه كبيره في ديك الوقيته، وكانت فضيحه بقال خلاوها المصريين. اش غادي نقول لكم بلا ما نساو هذيك جليله، هي اللي كل مره تخرج وتبقى تفقس فيها وتقول لها اللي خرجت مورا داك التصريح تاع بسمه، خرجت قالت لها هذيك العيشه اللي نتيا كنتي غتنطحري عليها، فانا كنت نحلم بها نعيش بها مع حب حياتي. الهجوم كيف ما قلت لكم ديال هاله سرحان ما بقاش بين امراه ورجلها او بين شخص وشخص، ولا هجمات المغرب، هجمات المغاربه كاملين وصفاتهم بانهم اردل الشعوب، يعني احقر الشعوب وبزاف عليها. فالعجوز الشمطاء رجعت الموضوع بين وحده وواحد الى موضوع بلدين، ودارت ونشطت نشر العنصريه. فماشي هذه هي كما قلت لكم السقطه الاولى، فهذه شحال من سقطه وقعت لهاد وشحال من حاجه دارتها هاله سرحان. فهي ديجا غلطت في بنات بلادها كيف ما قلت لكم. خرج لينا فضيل الشاب الراقي كذلك كتب بان في واحد التغريده: زوجتي مغربيه وابنتي مغربيه. الصحفيه المصريه هاله سرحان اهانت المراه المغربيه الاكثر شهره في العالم. تحيا النساء المغربيات. في حقيقه شكرا بزاف لهذا السيد، هذا السيد راقي جدا في خرجاته، تحترم المغرب، عايش في المغرب، فالله يعمرها دار. ورغم انه جزائري ففي حقيقه انسان عنده تعترف بالخير، ماشي بحال هاد هاله سرحان اللي كتجات في المغرب وهزوها الناس استقبلوها احسن استقبال، كبروا بها، فرحوا بها، ورجعت لينا الخير عار. هي دابا ماشي بقات في الموضوع مع بسمه، وانما هانت دوله باكملها، هانت شعب باكمله. فلا حول ولا قوه الا بالله. كما قلت لكم فهي طلبت هاد هاله بالترحيل المغربيات كذلك من مصر، وترحيل بسمة بوسيل كذلك. سعيد ناصري يدخل على الخط كذلك تهضر على هاله سرحان بعد إهانتها لبسمة بوسيل والمغاربة. دافع على المرأة المغربية، واستنكر أن وحدة تكون إعلامية تهاجم المغرب. انا عجبتني قلت لكم الخارجه ديال سامي دغيلان اللي ديجا قريناها. كان في الصحن كل اناء بما فيه ينطح، فهي انسانه شاده، انسانه لا تمت للثقافه باي صله، ناكره الجميل، هي ناكره الجميل. ماشي بس ما بوسيل اللي ناكره الجميل، وانما هي اللي الشعب المغربي فاش كانت تجي كان تيقيمها وتعطيها قيمه. تنشكر بسمة وهبة اللي قدمت الاعتذار بالنيابة على كل الإخوان المصريين الشرفاء. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فكاينين في حقيقة شي ناس تيكونوا في حالهم وتيقلبوا باش يرجعوا للبوز.